عايز اقول لكم ان انا شفت حد عامل الوصفة دي وبيقول ان طعمها طالع مزيكا. تعالوا نجربها بنفس طريقته ونشوف فعلا طعمها حلو ولا لا. اول حاجة معايا نص كيلو من الكبدة وقطعتها مكعبات زيه بالظبط، وهضيف عليها نص كوباية من اللبن وهقلبها كويس. وبعد ما هنقعها حوالي نص ساعة في اللبن كده هصفيها كويس قوي، وهضيف عليها ملح وفلفل اسود وثوم باودر وبابريكا، وهقلبها كويس جدا. انا طبعا عايز اخلي مكعبات الكبدة كلها تتغلف بالتوابل. وبعد كده هجيب طبق فاضي وهضيف فيه شوية دقيق، وبعد كده هنزل بالكبدة وهقلب الكبدة كويس جدا وهخليها تتغلف بالدقيق من كل الاتجاهات. بصوا ازاي. وبعد كده بقى عندي طاسة الزيت وهنزل بالكبدة كده قطعة قطعة، واول ما تاخد لون من جنب هبدأ اقلبها. والاحسن بقى ما تعملوش زي كده، ممكن لو عندكم زيت غزير هيبقى احسن، هتنزل وهتاخد لون كلها مرة واحدة وهتطلع. هنا بقى بعد ما خدت اللون الذهبي دوت وشكلها بقى جميل جدا، وعايز اقول لكم ان ريحتها حلوة برضو، هنطلعها كده من الطاسة. عندي بقى بصلة صغيرة متقطعة جوانح، هضيف عليها ملح وفلفل اسود وهدعكها كويس جدا. وهضيف عليها نص حزمة بقدونس مغسولة كويس جدا ومتقطعة صغير، وهقلبهم كويس قوي. وهضيف عليها بقى البطاطس المحمرة دي اللي انا شخصيا بعشقها مع البصل والبقدونس ده، وبيبقى طعمها جميل جدا. بس هنا بقى انا هعمل حاجة اضافية من عندي، هجيب بقى فحمة كده وهضيف عليها شوية زيت صغيرين قوي، وهغطي البطاطس علشان ادخن البطاطس واخليها كده طعمها رائع. هجيب طبق فاضي وهضيف الكبدة بتاعتنا وهرش عليها كده بقى على الوش ملح وكمون، هيدوها طعم بقى ايه خطير. وهضيف البطاطس من على الجناب. وعايز اقول لكم بقى هنا ان طعم البطاطس دي مزيكا، جربوها كده ومش هتندموا. هندوق بقى الوصفة اللي احنا عملناها، هي شكلها جميل وريحتها حلو، بس انا متوقع ان التوابل ما وصلتش لقلب الكبدة من جوه لان هي متقطعة قطع كبيرة وسميكة. هي طعمها حلو وكل حاجة، بس زي ما قلت لكم لو متقطعة شرايح كانت هتشرب التوابل اكتر من كده، كنا هنحس بالطعم اكتر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. السلام عليكم.